انا اخويا متجوز واحده بنت ناس جد، واكلها ما فيهوش غلطه واحده، وكلنا اصلا كنا بنتحايل عليها تعمل صفحه على الفيس وتبيع عليها الحاجات بتاعتها، وهي كانت رافضه لانها مش محتاجه، واخويا مش حارمها من حاجه. وتخيلوا ان جوزها اللي قال لها انا هروح واوصل الاوردرات، مع العلم اخويا بيشتغل في اكبر شركه بترول في مصر، بس كان عايز يشجع مراته تشتغل، وفي الاخر مراته اخذت الخطوه وعملت الصفقه. وفعلا اول اوردر جالها كان من واحده جارتنا فرحها بعد اسبوع. وخلونا اقول لكم ان مرات اخويا يوم تسليم الاوردر ده كانت صاحيه من الفجر وما نامت، وفضلت واقفه تجهز كل حاجه وتظبط شكل الاوردر. 250 قطعه مش رقم صغير برضه، وكمان عملت 50 قطعه هديه من عندها للبنت. بس المشكله انها جت تتصل بالبنت بعد ما خلصت، قالت لها معلش اصل الفرح اتاجل، وانها نسيت تتصل تقول لها. تخيلوا اكتر من 250 قطعه وقفت عملتهم على الفاضي. ومرات اخويا قالت انها هتوزعهم على الناس الغلاب، بس اخويا لما شاف اللي حصل قال لها ولا يهمك يا ست البنات، واتصل بواحد صاحبه فاتح محل حلويات في الشارع عندنا، وعرض عليه يجرب يبيع الحلويات دي عنده. الراجل وافق وقال انه هياخد نص الكميه، ومن اول مره الحاجه اتباعت بسرعه. وبعد ما كانت مرات اخويا بتعمل كل يوم اوردر، دلوقتي كل يوم لازم تعمل اوردر كبير. واخويا لما لقاها بتبيع والموضوع شغال معاها، راح فتح لها مكان تبيع فيه الحلويات بتاعتها، وساعتها اسمها تعرف وبقت تبيع لناس كتير جدا. بس اللي حصل دلوقتي ان انا حاسه بغيره من ناحيه مرات اخويا، ونفسي ان انا يبقى عندي مشروعي الخاص زيها. هي الغيره مش وحشه ولا حاجه، بس انا نفسي يكون عندي مشروع خاص وليا دخل الخاص زيها، فياريت تنصحوني اعمل ايه.